ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض النهارده بقى فطار العيد. ده في ناس كتير بتحب تاكل الكسكسي بالبليله او الرقاق باللبن، يعني كل واحد على حسب يعني ما بيحب او على حسب ما هو متعود. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا الكسكسي والبليله مع بعض ازاي. اول حاجه انا عندي ده اللي هو القمح بتاعي ده، وهو ناشف ده انا عندي نقعت شويه. ايا كان الكميه اللي انا عايزاها نقعتها من الصبح بالليل او ليله كامله من بالليل للصبح. بعد كده شطفتها كويس جدا. هجيب حله واحطها فيها واحطها تغلي على البوتاجاز لمده 10 دقايق تقريبا، غلوتين 3 كده. ده شكلها بعد ما غليت معانا. مش هعمل فيها اي حاجة، شلتها من على البوتاجاز وهركنها على جنب لمدة ساعتين. وده هيبقى شكلها بعد الساعتين يا جماعة. شايفين شربت المية كلها لغاية ما استوت معانا. بصوا الحباية نافشة وجميلة ومستوى سوا حلو جدا. وبس كده. هاخد بقى كمية منها كده نشوف هناكلها ازاي او نعملها ازاي. اهو هحط بقى عليها كمية من اللبن، وهحليها بسكر. التحلية على حسب الرغبة يعني. وانا بحب اطعمها بكيس من الفانيليا كده، بيديها طعم وريحة حلوة جدا. هحطها على البوتاجاز لما تغلي معايا غلوة كده اللبن بالبليلة، وهنقدمها سخنة وبالألف هنا. طريقتها سهلة وجميلة وحاجة كده حلوة قوي بصراحة. القمح ده انا بجيبه من عند العطار عادي، بقول له عايزة قمح للبليلة. ده شكلها يا جماعة. تعالوا نشوف بقى الكسكسي يتعمل مع بعض ازاي. اول حاجه انا عندي كميه من الدقيق، وليكن كيلو من الدقيق. حطيت عليه رشه من الملح او نص معلقه من الملح. وانا هعملها في الكبه عندي. لو ما عنديش كبه انا هعملها عادي بايدي عادي. هنزل بقى الميه واحده واحده من الكبه كده لغايه ما الدقيق يوصل معايا زي حبيبات الرمل زي ما احنا شايفين. الخطوه الجايه عندي منخل من السلك، هحطه تحت صينيه زي كده. وهفضي بقى الدقيق بتاعي اللي انا عملته بالميه ده، وهبتدي انزله من المنخل زي ما احنا شايفين كده لغايه ما يوصل قوامه زي حبيبات الرمل، مفيش فيها دقيق. ما احسش لما ينزل من ايدي مفيش فيها دقيق يا جماعه. انا لو مفيش عندي كبه هبتدي ارش ميه واحده واحده زي واعمل نفس الحركه اللي انا بعملها دي. هيوصل معايا لنفس القوام. بس كده. هسوي ازاي؟ انا عندي حله، ما عنديش حله لتسويه الكسكسي فهتصرف، وعندي مصفى. هحط بقى ميه مغليه في الحله دي، نص الحله تقريبا، مش عايزه الميه توصل للمصفى خالص. هحط قماشه نضيفه بيضه كده وهنزل عليها الكسكسي بتاعي. طب لو المصفى بتاعتي فيها فراغات بينها وبين الحله وهتطلع لي البخار بره، هبتدي اتصرف. لو فاضت مني حته من العجينه في قلب المنخل السلك هبلها نقطه ميه كده بسيطه، او هعمل لها حته عجينه مخصوص وهقفل بيها الحله من جميع الجوانب لغايه ما يبقى ده شكلها. ما تقلقوش بتنضف بسرعه جدا. بعد كده احطها على البوتاجاز هتقلب معايا وهتغلي معايا لمده ربع ساعه كده. هبتدي بقى افتح عليها وابتدي اكمل التسويه فيها. هرجعها تاني للصينيه بتاعتي. هنزل كل اللي في القماشه كده، طبعا هي لازقه بسبب بخار الميه ده عادي جدا. وهي كانت سخنه فانا ايديا ما استحملتهاش، فهبتدي افك فيها كده بالمعلقه. هجيب بقى معلقه كوبايه من الميه، هبتدي انزل واحده واحده كده وافرك الكسكسي ما بين ايديا عشان افك كل التكتلات دي، وكمان عشان ما يبقاش فيه اي دقيق، والميه دي هتساعد فيه ان هو يكمل سواه. اول ما يظبط معايا هجيب المنخل السلك تاني وهرجعه فيه كده عشان اي التكتلات دي كلها تفك من بعضها. تمام كده. بعد ما فكيت بقى الكسكسي كله في المنخل السلك هرجعه تاني على البوتاجاز. هحطه تاني في القماشه بتاعته وارجعه تاني على البوتاجاز. شايفين يا جماعه قوامه حلو ازاي؟ حاجه كده جميله بصراحه. لو حسيته ان نشف هزود له شويه ميه تاني. هرجعه بقى تاني اهوت وهسيبه لمده 10 دقايق. انا بغطيه على فكره، لما بقفل القماشه دي بغطيه. برجع ابص عليه تاني، لو لقيته ناشف بحط له ميه تاني وهو مكانه كده، وبقلب بالمعلقه برضو عادي لغايه ما هو احس ان هو استوى معايا سوا صح. ما بستعجلش عليه ابدا. تمام كده. شايفين اول مره كان مكلكع معايا، تاني مره لما فتحته بالمعلقه يا جماعه من تحت زي من فوق خلاص بقى شرب كميه الميه اللي احنا حطيناها واستوى معانا سوا صح.
نفتح بقى عليه ده كده اهوت. بصوا بصوا جماله ما شاء الله. انا كنت حطيت هنا معلقتين من السمنه او الزبده اهيت اللي انا ببتدي اسيح فيها، بس الكاميرا كانت فصلت مني، فابتديت ان انا ادوب السمنه او الزبده بتاعتي في قلب الكسكسي كده عشان يبقى جاهز بقى للاكل بتاعه. ممكن اشيله بقى كده في التلاجة في الفريزر وقت محتاجه اطلعه. طبعا هو بيتاكل حادق وحلو. انا هنا حطيت عليه سكر بودره وشويه من المكسرات، الزبيب، جوز هند، فول سوداني. مش عايز مكسرات وهاكله كده بس بالسكر البودرة، عايز اكله باللبن، هاكله جنب بط بالشوربة. طبعا اكله ده على حسب كل واحد ما بيحب. انا هنا هقدمه مع البليلة زي ما انتم شايفين. حاجة كده يا جماعة، وجبة لما بتتحط على بعضها حاجة طعمها حكاية ومن الاخر، وجربوا ومش هتندموا ابدا. بصوا بقى كده الطبق الصغير ده انا عملته عشان ادوقه طبعا، لان كانت ريحته خطيرة. والله والله فعلا حاجة جميلة قوي يا جماعة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير ومتابعة عشان يوصل لكم كل جديد.